السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعت لكم النهاردة بوصفة جديدة وسريعة جدا، يعني ما تاخدش منكم 10 دقايق ان شاء الله في تنفيذها وفي سواها كمان. وهي الرز المبهر، الرز اللي بينقذنا جدا في المناسبات والعزومات. رز سريع وبجد بيشرف جدا وطعمه وريحته تجنن. احنا نقدر نقدمه مع طواجن زي اللي قدمناه قبل كده، الطاجن المغربي، وكمان وصفة البتنجان مشاوي وغيره. هنجيب الحلة بتاعتنا على النار ونحط فيها معلقتين من الزبدة وزيهم معلقتين من الزيت. هنجهز البهارات بتاعتنا بسيطة قوي، هي 2 من عود القرفة وكم ورقة لورا أو ورق الغار وكم فص من الحبهان وزيهم من القرنفل ومعلقة من الكاري ومعلقة من الكركم. أنا هنزل الأول بالحبوب في الزيت، يعني لما أحس إن الزيت بتاعنا والزبدة سخنوا كده هنزل بفصين أهم أو عودين القرفة وكمان ورق الغار والحبهان والقرنفل. اما نحس بقى كده واحنا بنقلب ان الريحة بدأت تملى المكان يبقى كده تمام. احنا هنكون غاسلين الرز بتاعنا، الرز اللي هنستخدمه النهاردة يعني 3 كوبايات من رز، انتوا ممكن تقللوا او تضاعفوا الكمية حسب احتياجكم. بنزل عليهم بالكاري والكركم على الرز نفسه في البولة اللي انا غسلاه فيها ومصفياه. انا حتى ما نقعتش، يعني انا استخدمته مباشرة. اللي عنده وقت ممكن ينقعه 10 دقايق. هننزل ونقلبهم كده وننزل بيهم على الزبدة بتاعتنا والتوابل اللي احنا حطيناها مسبقا، ونقلب تقليبة كده حلوة. بعد كده هنحط معلقة من الملح. يعني الملح ده حسب بقى ايه التست بتاعكم، قللوا تزودوا براحتكم يعني. بس هو كده يعني مظبوط جدا، يعني المقادير دي مظبوطة مع ال3 كوبايات. قلبناهم كويس مع بعض. لو عندنا شوربة قبل كده طبعا حلو جدا يعني، بس في الحالة دي مش هنحط ملح. انا ما عنديش شوربة فانا بالتالي هنزل بمية. في ناس بتحب كمان تحط مرق مكعب ماجي او فاين فودز اللي متوفر. في الحالة دي برضو مش هتحطوا ملح بالكمية دي، يبقى على الأقل نص معلقة. دلوقتي غطيت الرز بتاعي وهسيبه على النار يغلي لحد ما احس كده ان هو بدأ يتشرب زي ما احنا شايفين. اسيبه بقى، اوطي عليه واسيبه بقى كده شوية، هنلاقيه مفيش 10 دقايق الرز بتاعنا جاهز. بصوا مفلفل ازاي الحباية، يعني بحبتها يعني. بعد كده بقدمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بجد شكله حلو قوي، طعمه حلو قوي، ريحته كمان تجنن. رز يشرفنا في عزوماتنا، سريع وحلو ولذيذ. اتمنى يكون يا رب وصفة النهاردة عجبتكم وتقدروا تنفذوها، وما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم.